شوفوا البنات النتيجه قدام عينيكم. شوفوا كي كتخلي هاد الوصفه هذه الرجيلات، شوفوا ما شاء الله كتخلي الرجيلات موردين ورطيطبين من اول استعمال. كتنقي الرجيلات، كتحيد المشق، التشققات. الا كانوا رجليك مفلحين من تحت رجليك راه كتحيد لهم حتى دوك التشققات وديك الحروشيه ديال الرجلين، وكتحيد حتى الكحوليه والطراس ديال الصنداله والحروقيه ديال الشمس. بهاد الوصفه هذه كتحيد الجلد الميت. وصفه البنات رائعه وساهل. اهم شيء ان عرفتي المكونات ديالها البنات، راه مكوناتها اقتصاديه ما كطيح عليك حتى ب5 دراهم. الوصفه البنات راه من ابسط ما يكون، وما شاء الله النتيجه راه قدام عينيكم. ما تنسيش ديري لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد ديال الوصفات. اول حاجه البنات كناخذ واحد جبيبينيه بحال هكا اللي غادي نخلطوا فيها المكونات. غادي ندير فيها تقريبا 2 معالق ديال سنيده البنات. سنيده اولا السكر الخشن هو من افضل المكونات اللي ممكن ديريها في التبييض والتوريد والتقشير ديال الجسم. هو البنات راه كيبيض. السنيده هنايا الدور ديالها انها كتقشر لينا الرجيلات ديالنا، كتقشرهم، كتحيد ليهم الجلد الميت، وكتحيد ليهم حتى لي طراس ديال الصنداله والكحوليه. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال التحميره اولا البابريكا. الا ما عندكش التحميره تقدري ديري العكر الفاسي اولا دم الغزال. التحميره البنات راه كاينه في كل بيت، والسنيده كاينه في كل بيت. باش تعرفوا ان الوصفه هذه اقتصاديه فقط. حيد اختي غير العكز ونوض اختي، نوضي تهلاي في رجيلاتك وتهلاي في يدياتك وتهلاي في راسك، راه ما يدوم لك غير راسك. وخلطي ليا مزيان هاد المكونات هكا نواشف مع بعضياتهم. ما شاء الله عرفتي هاد الوصفه البنات راه ما كايناش غتعطيها لك. هاد الوصفه راه قنبله حاليا حصريه عندي انا فقط. فتيحه بيوتي القناه ديالكم ديال الوصفات اللي الاغلبيه فيكم كيشكروا الوصفات ديالي. الحمد لله كتلقى اقبال كبير بالشهاده ديالكم في لي كومونتير، كتقولي ان الوصفات ديالي زوينين كتجربوهم وكيعجبوكم. والحمد لله هادشي اللي بغيت انايا. فانا داكشي اللي كندير هو اللي كنعطيكم البنات. انايا كنخلطوا المكونات مع بعضياتها. وهنا غادي نزيد هنايا البنات كي كتشوفوا الخميره ديال الحلوى. هذه دايره 10 ريال البنات، راه لا غلا على مسكين. وسمحوا لي البنات الا كنغنغ شويه في الهضره حيت راني مروحه مريضه. ادعيوا لاختكم بالشفاء ولكم بالمثل ان شاء الله يا ربي. شفاء جميع المرضى المسلمين ان شاء الله يا ربي. انا البنات غادي ندير واحد نص معلقه ديك النص ديال الساشيه، والنص غنخليه غنوريكم اش غنديروا به. يعني غير خميره ديال 10 ريال اللي غتشري فقط. يعني 10 هاد الوصفه كتقام عليك ب10 ريال. وشوفي لي اختي النتيجه. انا باغاك تشوفي النتيجه، باغا تشوفي دوك الرجيلات اللي مشوكين ومشقين ومقشرين. رجيلاتي غتفرجي فيهم تشوفي كي كانوا كي غيولي. بغيتك تشوفي النتيجه كي غيوليو البنات. انايا كنخلط كنبقى نحك هذيك البابريكا اولا التحميره باش ما تبقاش دايره كريكيبات، ونخلطها مزيان. فكنتمنى البنات تجربوها حيت والله القسم الا زوينه هاد الوصفه هادي غتعجبكم، غتولي معتمده عندكم. ما تبقاوش ديروا ديال الصابون البلدي. حتى ديال الصابون البلدي زوينه، ولكن هذه النتيجه ديالها واعره البنات. النتيجه ديالها واعره وسهله، يعني ما فيهاش كاع نهائيا المكونات. هنا غادي نديروا البنات واحد 2 معالق ديال الشامبوان. اي نوع ديال الشامبوان عندك، شامبوان ولا جيل دوش ولا الغسول، هذاك الغسول ديال الوجه، المهم اللي عندك. المهم واحد الغسول سائل بحال هكا البنات. ديري غير الا ما عندكش هكا الكبيره ديري غير ساشيات، واحد 2 ساشيات ب10 ريال وصافي. انايا غنخلط مزيان هاد المكونات. غادي نزيد معلقه اخرى، ما بغيتهاش تجي ناشفه. شوفوا دوك البويقات ديال الشامبو. وصافي اختي غنخلطوا مزيان دوك المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا. شوفوا كي كتولي الوصفه، شوفوا البنات كي كتولي مقشر ومبيض ومرطب عرفتي، ومحمر يعني مورد عرفتي. كتحمر لك ديمات، كتخلي ديماتك تشهي تبقاي تشوفي فيهم وحق الله. وما كيبقاوش حارشين من التحت، كيوليو رطيبين، كيوليو رطبين بزاف، وكيبقاو هكا اللون ديالهم نقي وزوين. صافي هذه الوصفه ديالنا. دابا غادي نزيدوا الخل البنات. الى عندك الخل ديريه، غير الخل ديال الشلاضه اللي كنديروا. الخل الابيض اولا بحال هذا الخل العاده البنات. غادي ندير من واحد شويه كيكه بزيقه. صافي غادي ندير كي كتشوفوا غير شويه كيك، تقريبا معلقه صغيره ديال الخل.
الا ما كانش عندك الخل تقدري ديري الحامض البنات، الحامض بحال هكا تعصريه واحد نص حامضه وديريها في هذه الوصفه هذه عوض الخل، بحال المهم نفس النتيجه. تخلطي ليا مزيان اختي دوك المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم بحال هكا. شوفوا البنات كي كتولي هاد الوصفه هادي عرفتي فن تشيها تاكليها. دابا هاد الوصفه البنات اللي غادي تخليك رجيلاتك اختي كيشعلوا كيشقشقوا. انت الا بغيتي تلبسي سنيديلات اولا الطالون اولا بليغاره عرفتي رجلك كيغيبان اختي راه غتزعطي في رجيلاتك. هاد الوصفه وجدناها دابا نوريكم واحد الطريقه البنات اللي غادي تحيدوا بها الوسخ من رجليكم ولا اللحم الميت الجلد الميت. غتاخدوا واحد سطل ولا بانيو بحال هكا وفيه الماء سخون، ديروا فيه الماء سخون البنات على درجه اللي تقدري تتحمليها، وغادي تزيدوا معلقه كبيره ديال الملحه. الملحه البنات مقشر واعر. هنا غادي نزيد داك النص ديال الخماره الحلوه اللي بقى ليا من الوصفه غادي نزيدو في هذاك الماء سخون كي كتشوفوا، اولا بيكربونات الصودا. الا عندك بيكربونات ديريو، ما عندكش ديري غير اختي غير خماره ديال 10 ريال غلا على مسكين. وهنا غديري جيل دوش اولا شامبان اللي عندك، واحد شويكيك ديال جيل دوش اولا شامبان. هذا بقرب يسالي فغادي ندير هذا النيت، نساليه دابا نيت في هذه الوصفه هذه. عرفتوا البنات الطريقه؟ والله العظيم الا عرفتو راه كتحيد لك الجلد الميت. هذه الوصفه هذه الطريقه غديريها قبل ما ديري الماسك لرجليك. الا بغيتي رجليك يخرجوا اختي كيشعلوا. هانتوما ملي غديروا هادشي غتخلطوا مزيان، غتخلطوا ليا مزيان دوك المكونات كي كتشوفوا بيديكم تحركوهم. وغادي ديروا فيهم رجليكم البنات، غديروا فيهم رجيلاتكم بحال هكا لواحد المده ديال ربع ساعه البنات. خلوا رجيلاتكم طرخاو مع راساتكم ووجدوا واحد الفوطه وخليها البنات، تخلي رجيلاتك تما حتى كيبرد داك الماء. ومنها نتيا مرخيه وكديري لاكسين وفي نفس الوقت رجيلاتك اختي تيبياضوا وغيرجعوا كيشقشقوا. هانتوما البنات وبعد شوفوا دوك الرجلين كي دايرين. عرفت البنات رجليا راه دايز عليهم الحرب العالميه الثالثه، مقشرين مشقين بالوقوف بالكوزينه. واختي ملي البنات ملي كتحيدوا رجلكم من الماء كتحكوهم، راه حكيتهم البنات غير داك المقطع تمسح ليا من التليفون ما تسجلش. كتحكوهم بالمحكه، كتنشف رجلك بديك الفوطه وكتحكيهم بالمحكه حتى كيخرجوا دوك الاوساخ. كتشوفوا ان داك اللحم الميت اللي كيكون في القدام كيتحيد ما كيبقاش. وعاد كديري لي اختي هاد الوصفه هادي راه فيها سنيده بحال كتقشري انت كدلكي وانت كتقشري رجيلاتك وكتماصي. ديري في رجيلاتك قديماتك الرجلين لتحت الفوق. المهم اختي باصي ليا مزيان مزيان بهذيك الوصفه لرجليك. ومن بعد ديري سلوفان اولا بلاستيك وديري تقاشر وخليهم شقيبيهم من واحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه. وديك الساعه تقدري رجليك اختي وبالصحه والراحه ملي تغسلي رجيلاتك وتقدري تعاودي تحكيهم وبالصحه والراحه. اختي تشوفي كيخرجوا رجيلات ما شاء الله كيخرجوا في الدير كيشعلوا. وبصحه والراحه البنات ما تنساوش انكم ديروا شي صبيغه زوينه لرجيلاتكم ودهنوهم بالفازلين وديروا التقشرات ديالكم. وبالصحه والراحه ما تنساوش لايك والاشتراك.